السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبالكم قصة مرعبة جدا، وقبل ما نبدأ لازم أسألكم سؤال. عمركم بصيتوا على ضلكم وفكرتوا هو فعلا مجرد ضل ولا ممكن في لحظة معينة يتحرك لوحده؟ تخيلوا إنكم قاعدين في بيتكم وكل حاجة حواليكم طبيعية، وفجأة تكتشفوا إن ضلكم مش بيعمل نفس حركاتكم. انتوا تتحركوا وهو ثابت، انتوا تسكتوا وهو يتكلم، والأخطر من كده إنه يبدأ يهددكم ويقول لكم إنه مستني بس اللحظة المناسبة عشان ياخد مكانكم. الحكاية اللي هحكيها لكم النهاردة حصلت مع شاب اسمه أنس وعيلته بعد ما قرروا يسيبوا حياتهم القديمة وينتقلوا لبيت جديد. في البداية كانوا فاكرين إن البيت ده هيكون بداية جديدة وهادية ليهم، لكنهم ما كانوش يعرفوا إن في حاجة كانت مستنياهم جوه البيت، حاجة مش بتستخبى في الضلمة لكن بتظهر في الظل. يلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي أنس، واللي هحكيها لكم النهاردة حصل معايا من كام سنة، بس لحد دلوقتي كل ما أفتكره جسمي بيقشعر. كل حاجة بدأت لما والدي طلع على المعاش. إحنا وقتها كنا عايشين في القاهرة وسط الزحمة والدوشة اللي مش بتخلص، فأبويا قال خلاص أنا عايز أعيش في مكان هادي شوية، كفاية زحمة القاهرة. قررنا نسيب القاهرة وندور على بيت جديد. بعد فترة من البحث لقينا بيت كبير وقديم في منطقة هادية. البيت كان واسع جدا وعدد الأوض فيه كبير وعجبنا كلنا، لكن الحاجة اللي كانت غريبة فعلا إن إيجاره كان رخيص جدا. أمي أول ما دخلت البيت وقفت في نص الصالة وبصت حواليها، وبعدين قالت لأبويا أنا مش مرتاحة للمكان ده. أبويا ضحك وقال ليه بس؟ البيت حلو وواسع. قالت مش عارفة، بس حاسة إن في حاجة مش طبيعية. وبصت له وقالت وبعدين السعر ده مش منطقي. لكن أبويا ضحك وقال لها يا ست الكل، انتي بس مش متعودة على المكان. وبالفعل نقلنا. أول أسبوع عدى عادي جدا، مفيش حاجة غريبة، مفيش أصوات ولا أي حاجة تسوف. بس كان في حاجة واحدة كلنا لاحظناها، البيت كان ساقع، ساقع بطريقة غريبة جدا. حتى لو الدنيا بره حر، أول ما تدخل البيت تحس إن جسمك أشعر. لكن محدش فينا اهتم، وقلنا إن البيت قديم وأكيد فيه رطوبة. لكن اللي حصل بعد كده خلانا نعرف إن البرودة دي ما كانتش طبيعية. كانت الساعة حوالي 2 بالليل، أهلي كلهم كانوا نايمين، وأنا كنت صاحي في أوضتي بتفرج على التلفزيون. النور كان مطفي، والتلفزيون هو المصدر الوحيد للنور. شوية حسيت إني عطشان، قمت من على السرير عشان أروح المطبخ أشرب مية. وأنا واقف بصيت قدامي على الحيطة، لقيت ضلي ظاهر عليها، وده كان طبيعي. خدت خطوة ناحية الباب، لكن فجأة أنا اتحركت وضلي ما اتحركش. وقفت مكاني وبصيت كويس، قلت لنفسي أنا أكيد تعبان. حركت إيدي لكن ضلي ما رفعش إيده. رجعت خطوة لورا وبرضه فضل ثابت مكانه. هنا بدأت أحس إن قلبي بيدق بشكل جنوني، وبعدين الظل بدأ يتحرك ببطء شديد، لف راسه ناحيتي مع إني كنت واقف ووشي ناحية الباب وظهري للحيطة، لكن ظلي كان باصص لي. اتجمدت مكاني، وفجأة سمعت صوت واطي زي الهمس، وكان جاي من الحيطة، وقال أنت جيت هنا ليه؟ جسمي كله أتشعر لأن الصوت كان صوتي، بس كان أتقل وأبرد. وبعدين قال الأوضة دي بتاعتي. أنا وقتها ما جاش في بالي أي حاجة، جريت بكل قوتي على أوضة أبويا وأمي، صحتهم وأنا بترعش وحكيت لهم اللي حصل. أمي سكتت، لكن أبويا ضحك وقال أنت كنت نعسان وبتتخيل. حاولت أقنعه إن اللي حصل حقيقي، لكن محدش صدقني. وفي الآخر حاولت أنا كمان أقنع نفسي إن يمكن فعلا كنت مرهق. لكن بعد يومين حصلت حاجة خلتني أتأكد إن اللي شفته ما كانش وهم. أخويا الصغير ياسين كان عنده 9 سنين. في يوم العصر لقيته داخل عليا ووشه أصفر، وكان واضح إنه مرعوب. مسك فيا وقال أنس أنا خايف. قلت له مالك يا حبيبي؟ قال لي وأنا في الحمام ضل يكلمني. أنا أول ما سمعت الجملة دي حسيت إن الدم اتسحب من وشي. سألته بسرعة قال لك إيه؟ بص في الأرض وقال لي ما تخافش، أنا هفضل معاك على طول. هنا أنا عرفت إن في حاجة فعلا في البيت، وإن اللي حصل معايا كان مجرد البداية. لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ بكتير. كانت ليلة جمعة، الساعة حوالي 10 بالليل. كنا قاعدين كلنا في الصالة، أنا وأبويا وأمي وياسين، وفجأة النور قطع، البيت كله غرق في الضلمة. أمي كانت مجهزة شمعة، ولعنا شمعة وحطيناها على الترابيزة اللي في نص الصالة، وقعدنا إحنا الأربعة جنب بعض. نور الشمعة كان ضعيف، لكن كان عامل ضلالنا كبيرة جدا على الحيطة اللي ورانا. في البداية كل حاجة كانت طبيعية، كنا قاعدين ساكتين، كل واحد فينا سرحان. لكن بعد شوية لهب الشمعة بدأ يهتز، مع إن مفيش هوا. بصيت على الحيطة، وفي اللحظة دي حسيت إن قلبي هيقف. ظلالنا بدأت تتحرك لوحدها. أبويا كان قاعد جنبي ومتحركش،
لكن ضلوا على الحيطة. رفع إيده وحط حوالين رقبة ظل أمي كأنه بيخنقها. أمي صرخت، وفي نفس اللحظة بصيت على ظلي أنا، لقيته بيتحرك ناحية ظل ياسين، وكان في سكينة على الترابيزة. السكينة كان ليها ظل على الحيطة، وفجأة ضل مد إيده ومسك ظل السكينة. أنا نفسي كنت واقف مكاني وما حركتش إيدي. حاولت أصرخ لكن صوتي مخرجش. أمي بدأت تقرأ آية الكرسي وصوتها كان بيرتعش، لكن فجأة حصلت حاجة مستحيل أنساها. ظل أمي بدأ يضحك ضحكة عالية مرعبة، وأمي نفسها كانت واقفة قدامي وبتعيط، لكن ضلها على الحيطة كان بيضحك. وفي اللحظة دي كل الضلال وقفت ولفت ناحيتنا. 4 ضلال واقفة على الحيطة وبتبص علينا. وبعدين ضلي أنا أتكلم. الصوت كان واضح جدا وقال: اطفوا الشمعة. محدش اتحرك. الصوت كرر كلامه: اطفوها دلوقتي. وبعدين سكت شوية وقال: قبل ما ننزل عندكم. في اللحظة دي أبويا وقع على الأرض وأغمي عليه. أمي بدأت تصرخ وياسين كان بيعيط، وأنا والله معرفش جالي قوة منين. مسكت أبويا أنا وياسين، وأمي فتحت الباب وخرجنا نجري. سيبنا كل حاجة جوانا، الفلوس، المفاتيح، العربية، الهدوم، كل حاجة. خرجنا في الشارع وقعدنا هناك طول الليل. محدش فينا قدر يرجع البيت لحد ما الدنيا نورت. وأول ما الصبح طلع قررنا ندخل نجيب حاجتنا ونمشي للأبد. دخلنا الصالة، وأول حاجة شفناها كانت الشمعة لسه منورة، مع إنها كانت المفروض تكون خلصت من ساعات. لكن الصدمة الحقيقية كانت لما بصيت على الحيطة. مكان الضلال اللي ظهرت بالليل كان لسه موجود، مرسومة على الحيطة كأن حد رسمها باللون الأسود. الغريب إن إحنا ال4 كنا واقفين بعيد عن الحيطة، لكن الضلال كانت لسه موجودة في مكانها. بصيت على ضلي ولقيته رافع راسه وكأنه بيبص ناحيتي. أنا وقتها اتجمدت مكاني. أبويا بص للحيطة وبعدها بص لنا وقال: يلا نمشي. ومشينا، سيبنا البيت ده للأبد. ومن اليوم ده يا جماعة أنا عمري ما بنام في ضلمة كاملة. لازم يكون في أي نور، حتى لو نور صغير جدا، لأني بعد اللي حصل ده بقيت عارف إن الظل مش دايما مجرد انعكاس ليك. أوقات ممكن يكون في حاجة تانية مستخبية فيه، مستنية بس إن الضلمة تزيد عشان تتحرك. ومن ساعتها كل مرة ببص على الحيطة وأشوف ظلي بتأكد من حاجة واحدة بس، إنه بيتحرك معايا. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. قولولي بقى في الكومنتات، لو كنتوا مكان أنس وشفتوا ظلكم بيتحرك لوحده كنتوا هتعملوا إيه؟ هل كنتوا هتهربوا من البيت من أول لحظة؟ ولا كنتوا هتحاولوا تعرفوا إيه السر اللي ورا اللي بيحصل؟ لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.